أنا سارة، كنت عايشة في منطقة شعبية في القاهرة. حياتنا كانت بسيطة، أبويا وأمي غلابة قوي وعلى قد حالهم جدا، وأنا بشتغل علشان أساعدهم في الأجازة بتاعتي في محل ملابس. أبويا كان شغال فران وأمي كانت فراشة في مدرسة. يمكن أنا كنت بتحرج جدا من نفسي، وأنا كنت بتكسف أقول للناس إن أهلي غلابة قوي كده. ما كنتش بحب أبدا أتكلم عنهم كتير، ولما كان حد بيبقى عارف التفاصيل دي عني كنت ببقى متضايقة ومتغاظة وغصب عني ومش بإيديا. كنت بتحرج جدا من الموضوع ده. ما كنتش بحب أبدا إن أنا أمشي مع أمي ولا أي حد من اللي شغالين معاها يعرف إن أنا بنتها. كنت تقريبا شبه معقدة من القصة دي. حاولت كتير إن أنا أتغير، بس كان موضوع غصب عني. ما كنتش بقدر أتحكم في نفسي أبدا، ويمكن عقدة النقص دي هي اللي خلتني فريسة سهلة جدا لأول شاب مقتدر يدخل في حياتي. أنا كنت شغالة في محل ملابس، وكان في واحد اسمه مصطفى، وكان عنده عربية وكان معاه فلوس كتير جدا. هو ابن صاحب المحل. اتعرفت عليه وكنت دايما بقعد أهزر وأضحك معاه. كنت بتخيل نفسي إن أنا كده لو قدرت أوقع واحد مقتدر ومعاه فلوس وأتجوزه، وكنت بقول إن أنا وقتها أكيد هعيش سعيدة ومبسوطة. عملت حاجات كتير علشان خاطر أقرب منه، وفعلا ما أخدش في إيدي وقت كتير وقدرت فعلا إن أنا أوقعه، وشفت معاه الحياة بجد والدنيا اللي أنا عمري ما كنت أعرفها. كان دايما بياخدني يفسحني ويخرجني. رحت معاه أماكن عمري ما رحتها، دقت وشربت وأكلت معاه حاجات عمري ما عرفت عنها حاجة. كانت بالنسبة لي الحياة دي شبه الأحلام، ولما بقيت فيها وجواها بقيت عايزة أحافظ عليها بأي شكل من الأشكال، لدرجة إن أنا اتنازلت عن حاجات كتير جدا علشان أقرب منه. كنت عايزاه يتعلق بيا على قد ما أقدر، برغم إن أنا عارفة إن أي شاب لما بيطول من البنت حاجة بيتغير معاها. اللي أنا كنت شايفاه إن دي الحاجة اللي هتخليه يقرب مني ويتعلق بيا أكتر، خصوصا لما هحاول إن أنا أبسطه وأسعده في اللحظات دي. وبعد فترة قليلة جدا من خروجنا مع بعض واتغيرت حياتي 360 درجة. بقى معايا فلوس وبلبس لبس كويس. حاولت ان انا اقرب منه اكتر واكتر، وتقريبا كنت انا اللي بستدرجه. كان نفسي يحصل بينا علاقة كاملة، وكنت بقول لنفسي اكيد وقتها هيضطر ان هو هيتجوزني، هعيش معاه وكأنه جوزي. كملت معاه فترة طويلة جدا واحنا مع بعض، لحد ما جه في يوم وطلب مني ان انا اروح معاه في شقة. وساعتها انا وافقت على طول وما فكرتش مرتين قبل ما اوافق. بالعكس، انا كنت مرحبة جدا بالفكرة، مش عشان اي حاجة غير فكرة ان انا بس اقدر اتجوزه. وقلت في بالي اكيد هو ده الحل والطريق الصح. ما فكرتش كتير في الموضوع ورحت معاه. وقبل ما نوصل للمكان اللي كنا رايحين فيه، وجاب لنا اكل وفاكهة وشرب وحاجات كتير جدا، حسيت ان انا كأني بجد واحدة متجوزة، وده يوم فرحي ودخلتي، كأني رايحة مع جوزي بالظبط اول ليلة لينا في بيتنا. كنت بتعامل معاه من المنطلق ده، وده كان احساسي وقتها، وكل اللي في دماغي ما كانش في خيالي اي حاجة تانية غير كده. طمنت نفسي وقلبي وقعدت اقول لنفسي ده جوزي والنهاردة يوم فرحنا، وضع طبيعي بيحصل بين أي عريس وعروسة ليلة دخلتهم. واعتبرت نفسي إن أنا عروسة وهو العريس، وما كنتش مخلية أي ضغط حوالين مني علشان أتعامل معاه كويس، علشان كنت عايزاه ما ينساش اليوم ده أبدا. وكنت عايزة أحسسه إن أنا لو اتجوزني هعمله كل اللي هو عايزه وهبسطه وكل حاجة من الكلام ده، وكل حاجة هيتمناها أنا هعملها له وهيلاقيها معايا. ده كان تفكيري وقتها. بعد ما خلصنا فعلا وانبسطنا جدا اليوم ده، وحسيت ان هو حس فعلا باللي انا عايزة اوصله له. كنت كل حاجة بيقولي عليها كنت بقوله حاضر ونعم، كنت بنفذ طلباته. بالنسبة لي كانت زي الأوامر، زي الأوامر كده، كانت زي السيف على رقبتي كده بالظبط. قلت بس بالطريقة دي هقدر فعلا ان انا اتملك حبه وقلبه وكيانه وكل حاجة، ومستحيل ان هو هيفرط فيا ولا يسيبني. وبكده علاقتنا بقت اقوى اكتر من الاول بكتير جدا. لقيتني كنت حاسة ان احنا الاتنين خلاص بقينا واحد، وبالعلاقة الكاملة دي عدت ايام كتير واحنا زي ما احنا،
دايما مع بعض، دايما بنتفسح ودايما بنخرج، وكنت بروح معاه في العربية في أي حتة، وكنا بنسافر وبنروح ونيجي. وأهلي طبعا كانوا مشغولين، وبالنسبة لهم إن أنا بشتغل. فكرة الفلوس دي بالنسبة لي بقت سهلة وعادية جدا، وأي مبلغ كنت بقدر أدبره، لأن بجد ما كانش بيحرمني من أي حاجة. وأنا في سن صغير لما لقيت كل حاجة بقت سهلة كده بالنسبة لي، يعني حسيت إن أنا ماشية صح. مكنتش بفكر كتير في اللي أنا بعمله، إذا كان غلط ولا لأ. وكان أي حد بينصحني أو بيقولي أي نصيحة أنا أبعد عنه خالص. كنت بشوف إن الشخص ده مش بيحبني أو مش بيتمنى لي الخير، وكنت مستنية اللحظة اللي أنا وهو هنتجوز فيها بقى وخلاص، علشان يبقى كل الناس عارفة إن أنا مراته، وكل شيء يبقى قدام كل الناس، وما احسش بأي حرج علشان ما حدش تاني يجي ويعتب عليا. لحد ما كان الموضوع عادي جدا وطبيعي بالنسبة لي، لحد ما جت أيام المدرسة وبدأنا العام الدراسي، وتعرفت على أكتر من صديقة ليا في قلب المدرسة. وطبعا مصطفى كان دايما بيجيلي هناك، كان دايما بيجي ياخدني بالعربية علشان نخرج ونتفسح، وكان بيبقى متواجد معايا بشكل يومي تقريبا. وطبعا ده خلى بنات كتير جدا تلاحظ ان هو بيبقى معايا وان انا على علاقة بيه. ولما اكتر من واحدة من صحباتي كانوا بيتكلموا معايا، كنت بقول لهم احنا في حكم المخطوبين، وان شاء الله قريب جدا جدا هيتقدم لي رسمي، علشان ما احسش باي حرج قدامهم يعني. وكل مرة كنا بنروح فيها رحلات او فسح او اي حاجة مع بعض، كانوا بياخدوا بالهم ان هو كان بيبقى موجود معانا وحوالينا. بعد كده مصطفى بدأ لما يجيلي عند المدرسة يجيب أصحابه وأصدقائه ليه. وطبعا أنا كان ليا أصدقاء، كانوا في أصدقاء أكتر من واحدة، بس أكتر واحدة كانت مقربة مني كانت هي إلهام. إلهام كانت قريبة مني جدا، بحكم إن احنا أصلا نعتبر يعني معارف من زمان، وبعد الوقت بقينا أصدقاء مقربين. بس أنا عمري ما كنت بحكي لها عنه أبدا، لكن أيام الدراسة ما قدرتش طبعا إن أنا أخبي وداري، لكن كل حاجة كانت قدامها. أكتر من مرة خرجنا واتفسحنا وانبسطنا كلنا مع بعض، كنا بنتصور وبنجري وبنتفسح ونلعب. كنت شايفاه الحياة بشكل تاني، وحسيت بس ان انا خلاص بدأت ان انا اعيش بجد، وان انا مش هعيش زي اهلي طول الحياة. طول الحياة صعبة ومشقة وشغل وتعب، وفي الاخر ملاقيش اقعد اكنس وامسح زي امي، وفي الاخر اخد كام جنيه ما يكفوش اصلا ان انا اجيب عيش حاف، وابقى مستنية حد يعطف عليا. انا قدرت ان انا اكون مستقبلي وانا لسه صغيرة. الجوازة بتاعتي دي هتريحني كتير، ومش هتخليني ابقى زي امي وابويا ابدا. وتقريبا دي كانت اكبر حاجة بالنسبة لي انا بشوفها تعب. اكتر عقدة في حياتي كانت هما دول. لكن من اللحظة دي ومن اليوم ده بقى عندي عقدة تانية خالص. إلهام صاحبتي اتخطبت، وبقت تتكلم معايا بتعالي بطريقة غير طبيعية، وبقت دايما شايفة نفسها عليا ان انا واصحابي، خصوصا ان هي عارفة ان انا في علاقة مع مصطفى. وكانت كل شوية تيجي وتقولي هو انتي مش هتسيبيه بقى، ولا مش هيتقدم لك؟ مش شايفالك يعني ان انتوا بتاخدوا اي خطوة لقدام، ولا في خطوبة ولا حاجة؟ كلامها بصراحة كان بيضايقني وبيزعجني. قلت لها انتي مالك من ساعة ما اتخطبتي وانتي شايفة نفسك عليا؟ انا في يوم من الايام كمان هتخطب، وكمان مصطفى اغنى بكتير من خطيبك ده. انا مش هعيش عيشتك، انا هعيش مرتاحة. قالت لي يا ستي مش مشكلة، انا مبسوطة بخطيبي وبحبه على فكرة، ومش زعلانة من اي حاجة. كلامها كان دايما بيضايقني، وابتديت ان هي دايما تنصحني ان انا اسيب مصطفى. كل شوية تزن على دماغي، وبتضايق منها اكتر بقى لما الاقي صحبات لينا واقفين في نفس المكان ويسمعوا نفس الكلام اللي هي بتقوله لي، وخلاص بقى كل واحدة منهم تتسلى عليا شوية، وكل واحدة تيجي تعمل نفسها عليا شيخة. ومع الوقت اضطريت ان انا اعرفها القصة اللي بيني وبينه، وقلت لها على فكرة انا وهو متجوزين، او في حكم المتجوزين يعني. قالت لي يعني ايه؟ قلت لها يعني متجوزين عرفي، رغم ان انا ما كنتش متجوزاه عرفي ولا حاجة. انا كنت سايبة الموضوع عادي زي ما حكيت لكم. قلت ان انا قالت لي انت اتجننتي؟ انت عارفة يعني ايه تتجوزي واحد عرفي؟
انت كده مش بنت ومش هتقدري تتجوزي، وافرضي هو سابك في اي وقت ولأي سبب. قلت لها لا، مصطفى مستحيل يسيبني، واللي بيني وبينه اكبر بكتير من كده. هو اتعلق بيا وبيحبني زي ما انا بحبه بالظبط، وانا خلاص رسمت حياتي كلها عليه. بدأت تخوفني منه دايما وباستمرار وتقولي مفيش واحد خد من واحدة الحاجة دي وهيكمل معاها، خلي بالك هو هيسيبك هيسيبك. وقلت لها لا، ده مش هيحصل، هو هيكمل معايا. من جوايا كنت بقلق جدا وبتوتر لما هي كانت تقولي الكلام ده، بس كنت بحاول ابين لها ان انا مش قلقانه ومش خايفه ومش متوتره ولا حاجه، وكنت بحسسها ان انا واثقه فيه اكتر من نفسي. انما في الحقيقه انا فعلا كنت ببقى خايفه، وكنت بقول لنفسي هو سابني في يوم من الايام هعمل ايه. لغايه في مره من المرات واحنا ماشيين مع بعض زي كل يوم، كان مصطفى معاه واحد صاحبه ده لما شاف إلهام اتجنن عليها، وراح كلم مصطفى عليها وقال له ان هو نفسه يكلم البنت دي. ساعتها انا رحت قلت لها يا سعدك يا هناكي، في واحد صاحب مصطفى اعجب بيكي قوي وعايز يكلمك، والولد ده برضو اهله مبسوطين. قعدت تقولي انت مجنونه، انا اتخطبت، انا مستحيل اكلم حد، ابعدي عني انت والولد بتاعك ده، انا مش عايزه وجع دماغ. وبعد كده بقت ما تكلمنيش، وانا رايحة ولا جاية ولا تمشي معايا. كلمتني بطريقة وحشة قوي، واليوم ده اتضايقت منها جدا، حسيت ان هي بتستعر مني. قلت لها من امتى الكلام ده؟ ما انت دايما كنت بتروحي وتيجي معاه وكنت عارفة عني كل حاجة، وعمرك ما قلتيلي كده، اشمعنى دلوقتي هتعملي نفسك عليا طاهرة وشريفة؟ قالت لي انا شريفة وطاهرة غصب عنك، على الاقل انا ما عملتش زيك، انتي ما انتش عارفة انتي بتعملي ايه ولا ايه، انا مش عايزة اقولك كلام يجرحك. وطبعا اصلا كلامها وقتها غاظني ونرفزني وعصبني جدا، وخلاني بجد متضايقة ومتغاظة منها. بس في نفس الوقت حاولت اتجاهلها، ورحت على مصطفى وقلت له ان هي مش موافقة علشان هي مخطوبة. قال لي طب وايه المشكلة ان هي مخطوبة؟ هو انا بقولك يتجوزها، ده هي عجباه. بصراحة هي حلوة. لما مصطفى قال لي كده انا غيرت منها واتغصت اكتر منها، لاني بصراحة ما كنتش عايزاه يحس ان في واحدة احلى مني ولا ياخد باله من اي بنت غيري، انا وبس. وفي اللحظة دي شفت الولد اللي كانت معجب بيها، وقلت له يا عم كبر دماغك منها، هي مخطوبة ومش عايزة تكلم حد. قال لي اصل بصراحة البنت دي زي القمر، تخيلي شكلها من غير الطرحة هتبقى عاملة ازاي، هتبقى عاملة زي بتوع الافلام كده والتلفزيون، دي جميلة قوي، هي ازاي صاحبتك دي؟ برضو كلمتي دي غاظتني قوي، لان انا فعلا مش وحشة، وانا برضو حلوة. وكلامهم غاظني ونرفزني، هما الاتنين عصبوني من كلامهم، مع كلامها بقى اللي خلاني بقيت ايضا نار. حاولت ان انا اصالحها رغم ان انا من جوايا زعلانة منها، بس ما كنتش عايزة ابعد عنها ولا حاجة. وحاولت اكلمها ولقيتها برضو بتكلمني بنفس الطريقة. حاولت ابعد عنها لكن هم برضو حطوها في دماغهم وخلاص، وقالوا لي ايه يعني احنا عايزينها يا ستي، هي حتى لو مخطوبة. رحت رحت علشان اقول لها الكلام ده لاخر مرة، لقيتها متنرفزة جدا مني وقالت لي بصي، انا هنصحك النصيحة دي لاخر مرة، الولد اللي انت ماشية معاه ده ابعدي عنه، ولو انت خايفة من فكرة ان انت عملتيه معاه والعلاقة وكده، فاحنا عندنا استعداد انا واصحابك نجمع لك مبلغ محترم ونعمل لك عملية وتسيبيه وتبعدي عنه خالص وتنسي الحياة اللي انت فيها دي. قلت لها طب ازاي يعني، انا عايزة اتجوزه. قالت لي يا ستي سيبك من الكلام ده وكبري دماغك منه، وبرضه هتلاقي ابن الحلال، وتعتبر ان دي غلطة وما تكررهاش تاني وتبعدي عنه تماما، انسي نهائي. بس ان انا طبعا ما عجبنيش الكلام، انا خلاص استسلمت وسلمت حياتي كلها عليه وسستمت حياتي كلها عليه هو وبس، وما عنديش استعداد ان انا اسيبه واروح اتجوز واحد فقير وما حلتوش اللضا واجيب عيال هما كمان يشيلوا الهم معايا. قلت لها كبري دماغك مني وخلينا فيك انتي. قالت لي الفكرة بتاعتك اللي انتي بتقوليلي عليها دي انسيها تماما، انا مستحيل اكلم واحد وانا مخطوبة، وانا قلتلك اهو. قلت لها ما انت كنت بتضحكي وبتهزري معانا، ايه اللي حصل يعني؟ قالت لي اصحاب بس، انما انا اعمل علاقة مع حد لا.
وبعدين يا ستي ابعدي عني، لو هتفضلي كده انا قلتلك انتي حرة، عايزة تبقي صاحبتنا تاني تعملي اللي انا بقولك عليه، تبعدي عن الولد ده واحنا هنعملك العملية وتوبي لربنا وخلاص وانتهى الموضوع. طبعا بالنسبة لي ما قدرتش بصراحة ان انا اعمل كده، وجوايا كره ليها، وقعدت افكر في كل حاجة عملتها معايا من اول القصة لاخرها، وكمان اعجاب الشباب بيها، وان هي جميلة وحلوة ومخطوبة. ومعرفش بصراحة ليه كرهتها قوي في الفترة دي، وحسيت بجد ان انا نفسي اخلص منها، نفسي يتعمل فيها اي مصيبة او اي حاجة. بعدها لقيت مصطفى بيكلمني هو واصحابه تاني عليها، قلت لهم يا جماعة خلاص البنت محترمة ومش بتاعت الكلام ده، سيبكم بقى منها خالص. قالوا لي يعني ايه محترمة؟ يعني احنا مفيش حاجة تصعب علينا، احنا عايزين البنت دي تجيبيها لنا بأي طريقة وليكي الحلاوة. لما قالوا لي الكلمة دي فضلت أفكر طول الليل في الكلام بتاعهم ده، وقعدت أقول فيها ايه لما تبقى زي زيها، وتبقى زي بالظبط في كل حاجة، حتى العجرفة اللي هي فيها بقى دي تنتهي، وفكرة ان هي تشوف نفسها عليا ما تبقاش موجودة، وممكن كمان خطيبها يسيبها، ما هي مش هتنفع تتجوز ولا تكمل حياتها، وهي كده كده معرفش الشيطان اتملك مني وجوايا ازاي، بقى جوايا كره كبير ليها بدأ يتغذى على كلامهم، والشيطان شغال عليا وعلى أفكاري، وأنا خلاص حاسة إن أنا مش قادرة وعايزة فعلا انتقم منها بأي شكل من الأشكال. وبقت جوايا حاجة بتحصل منها بتضايقني وبتعصبني منها حتى لو كانت صغيرة، بقى جوايا فكرة انتقام بتتربى جوايا ناحيتها مش طبيعية، وده اللي خلاني فعلا أخطط إن أنا أنتقم منها بأي طريقة ما كنتش تخطر على بالي أنا شخصيا. وفي اليوم ده اتفقت أنا وهم إن أنا هجيبها لهم البيت، وإن أبويا وأمي ما يبقوش موجودين ويبقوا في شغلهم، وفكرة إن أنا أجيبها للبيت سهلة جدا وبسيطة جدا بالنسبة لي. واللي حصل بقى بالظبط في اليوم ده كان كده، رحنا المدرسة وكانت دي بداية الترم التاني، وطبعا شفتها وقعدت ان انا اتكلم معاها طول اليوم، بس هي كانت بتكلمني بطريقة واقفة، يعني اللي هو الرد على قد السؤال. وجينا ساعة المروح وقفت واتكلمت معاها، بس هي ما كانتش مدياني وش قوي، وفي نفس الوقت في واحد قريبها شافني وجا علينا وقعد يزعق لها وقال لها انا مش قلتلك ما تكلميش البنت دي؟ البنت دي مش محترمة، انتي ايه اللي خلاكي تكلميها؟ الصراحة كلمته دي برضو غصتني، لان حسيت ان هي ليها الافضلية عليا، وتربت برضو جوايا فكرة الانتقام من ناحيتها، ان يعني اشمعنى انا اللي وحشة وهي حلوة؟ ليه الناس شايفة ان هي لازم تبعد عني وهي الطاهرة الشريفة المحترمة؟ لا، وقفت وتعاركت معاه مع قريبها ده، وفي نفس الوقت كان مصطفى واصحابه مستنييني بعيدة علشان ننفذ الخطة بتاعتنا في اليوم ده. جم عليا وتعاركوا مع الولد ده، وكمان وهم كمان ضربوه، ومعرفش ازاي هي جت معايا ومشيت معايا وكمان ركبت معانا العربية. كانت دايخة بقى، كانت مش مركزة، كانت عايزة تمشي، انا معرفش ايه اللي كان في ضميرها وقتها. ركبنا العربية ورحنا على بيتنا، وهي ما خدتش بالها من اي حاجة. وقفنا وركبنا واحد معاه. الولد الاخير ده بقى كان ولد مش كويس، كان معاه سلاح وسكاكين ومطاوي، اي حاجة معاه بيقدر يتعامل بيها. شوية لبط، يعني هو لبط شوية يعني عنهم، مش مبسوط زيهم، بس هم جابوه علشان يعرفوا يسيطروا عليها. وبعد ما وصلت البيت طلعنا كلنا ورا بعض، وكنت انا وهي ماشيين قدام وهما ماشيين ورانا، مفيش حد طبعا في البيت كالعادة، ابويا وامي في الشغل. دخلتها اوضتي وقلت لها اغسلي وشك كده بقى وعدلي هدومك وظبطي نفسك، وهي فعلا سمعت كلامي. بس انا بقى طلعت وقفت على باب الاوضه، وجم هما التلاتة دخلوا عليها، وقلت لها كلمه واحده بس: انتي مش هتخرجي من الاوضه دي غير لما تبقي زيك، انتي فاهمة؟ طبعا لما سمعت الكلمة دي مني لقيتها انهارت، يمكن كانت جاية معانا بمزاجها او لا معرفش، بس هي خافت لما قلت لها الكلمة دي. واول ما شافتهم داخلين عليها الأوضة قفلت عليها الباب، وكان في واحد منهم بيصورها، وواحد ماسك لها مطوة، والتاني بيحاول ان هو يقلع لها هدومها، وهي نازلة صريخ وصويت ما بطلتش صويت من ساعتها، من ساعة ما دخلت وانا سامعة كل حاجة، وقاعدة برا بصراحة
كنت حاسة إن أنا باشفي غليلي من ناحيتها. هي مش هتبقى أحسن مني؟ كانت بتخرج وبتتفسح وبتنبسط، اشمعنى يعني أنا؟ أيوة، أنا اللي اخترت لنفسي الطريق ده، وأنا اللي عملت مع مصطفى كده بإرادتي علشان أتجوزه. بس برضه مفيش واحدة أحسن مني، ومينفعش إن أنا أكون أقل من واحدة. دلوقتي أنا وهي هنتساوى، وهتبطل تكلمني بعجرفة، وهتبطل تشوف نفسها عليا، وهتبطل تقولي ابعدي عنه يا إلا ما تكلمنيش. كل ده هينتهي لما تطلع من الأوضة وهي زيها زيي. ومن كتر سويتها ودفاعها عن نفسها ما قدروش يعملوا معاها حاجة. كانوا عمالين يضربوا فيها زي المجانين علشان يعرفوا يعملوا أي حاجة ولا يصوروها عدل، وهي ما بتتهدش وما بتسكتش، وعمالة سويت 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 سويت. مش عارفين يمسكوها لحظة، لحظة واحدة من غير ما تزق حد فيهم، لدرجة ان هم لقوا نفسهم ان هم بهدلوها ووشها كله بيجيب دم ومتبهدلة خالص وما هياش نافعة. هما التلاتة خافوا، وبصراحة انا وقتها خفت، رغم ان كان نفسي قوي ان هي تطلع مش بنت، بس معرفوش يعملوا معاها حاجة. طلع يجروا هما التلاتة من الأوضة، وقلت لهم في ايه مالكم؟ قالوا لا، دي هيحصل لها حاجة وتموت وتجيب لنا مصيبة. خدناها ونزلنا وقفلت الباب ومشيت انا كمان. وبعد كده اتفاجئت ان هي لما روحت ابوها اخد باله ان هي فيها حاجة. طبعا كان وشها متبهدل وهدومها كمان، وكانت ماشية وهي رجليها بتخبط في بعضها. بعد كده عرفت ان باباها اخدها وراح بيها المستشفى. لما عرف ان هي فيها حاجة كشف عليها واتأكد ان هي لسه زي ما هي بنت، وكمان في نفس الوقت عرف منها كل شيء، وراح بلغ فينا ساعتها. وبعد ما تبلغ عننا جابونا، وطبعا بمنتهى البساطة. لكن التلاتة اللي كانوا معانا غابوا شوية عبال ما قبضوا عليهم. بالنسبة لهم كان مصطفى سهل جدا ان هو يجي. وبعد كده معرفتش اعمل ايه، قعدت شوية اغير في كلامي وشوية اقول لهم كلام مختلف شوية واقول عنها حاجات، لحد ما في النهاية اعترفنا. وانا نفسي اعترفت وقلت لهم ان انا عملت كده علشان خاطر تبقى زي زيها، علشان تبطل تعايرني وتتكلم عليا. حكيت لهم كل القصة من اولها لاخرها زي دلوقتي، وقلت لهم كمان على علاقتي بيه وابتدت ازاي وعلشان خاطر ايه، وايه الدافع اللي مخليني اكمل معاه، وليه قررت ان انا اسيب له نفسي. كل ده كان قصدي ان انا اتجوزه. يمكن لو ما كنتش حطيت في دماغي وعملت معاه كده كنا فعلا اتجوزنا وحياتنا كملت. يمكن كان مصطفى ما يضحكش عليا، ويمكن كنت اقدر فعلا اكون مراته في يوم من الايام. بس غلي وغيظي منها هو اللي ضيعلي مستقبلي تقريبا. مش هقدر اقول ان انا كنت صح، بس دي اكتر حاجة شايفاها غلط في القصة. انا غلطانة ان انا اتغليت منها. هي كلامها ما كانش غلط، ويمكن كانت بتنصحني علشان خاطر خايفة عليا، وانا بالعكس خدت الكلام بتاعها ده اللي هو اصلا كله حقيقة وصراحة انه هو حاجة وحشة. ساعات الواحد بيكره الحقيقة لان هي بتزعله، واما ما بتجيش على هواه. وده بالظبط اللي حصل لي لما إلهام كانت بتحاول تقولي الحقيقة. وهنا اللي خلاني أبعد عن الشخص اللي أنا سبت نفسي ليه ده، وخليته خد شرفي بمنتهى البساطة من غير ما أبقى زعلانة ولا خايفة. بس في النهاية أنا اللي خسرت. إلهام فضلت زي ما هي. أبوها خلاهم ينشروا الفيديو مخصوص، مش المباحث على فكرة. أبوها هو اللي طلب إن الفيديو يتنشر علشان كان عايز يثبت للناس كلها إن بنته شريفة، وإن هي عملت حاجات كتير علشان تدافع عن نفسها، وإن هي قاومت التلات شباب دول وهي لوحدها وضعيفة. معرفوش يعملوا معاها حاجة. باباها قال كده بالظبط، هو ده السبب اللي خلاه ينشر الفيديو علشان محدش يفكر يعني إن بنته جرالها حاجة، يعرف يتأكد إن هي ما سابتش نفسها لحظة. أنا نفسي مستغربة إن التلات شباب دول ما قدروش عليها، وكان في واحد منهم معاه سلاح. معرفش، يمكن ربنا حماها، يمكن بسبب دعوة من أبوها أو من أمها أو حاجة جواها كويسة. في ناس كتير بعد الفيديو منتشر قالوا إن هي كانت ماشية معاهم وإن هي كانت عارفة الشباب دول. بس سبحان الله ربنا برضو ما أردلهاش إن هي يحصل لها أي أذى. في الحقيقة بقى أنا مش عارفة إيه السبب ورا كده. حاجة غريبة بجد إن أنا نفسي لغاية دلوقتي مش مصدقة اللي حصل، ومش مصدقة كمان اللي أنا عملته في نفسي. في النهاية أنا بس اللي طلعت خسرانة مش هي. وبكده بتكون انتهت معانا قصتنا النهاردة.
قصة النهاردة حصلت فعلا حادثة حقيقية في شبرا الخيمة البنت. كانت القصة دي مشهورة جدا ومعروفة، حتى الفيديو بتاعها فعلا انتشر، وناس كتيرة ما كانتش فاهمة تفاصيل الفيديو اللي نشروه، وان المباحث تنشره، بس في الحقيقة اللي نشروا القصة والفيديو هو باباها، علشان كان عايز يثبت ان بنته حافظت على نفسها. وبالنسبة للناس اللي ما كانتش مصدقة ان ازاي 3 شباب ما قدروش يسيطروا على بنت، فهي زي ما قلت لكم في القصة بالظبط. يمكن سبحان الله يعني ربنا ما أرادلهاش الفضيحة، يمكن هم كلهم ما كانوش السبب، محدش يفهمه، وده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عمله، محدش تاني، الله أعلم. بس هي القصة زي ما انتشرت بالشكل ده، وأنا حاولت إن أنا أسردها لكم بالطريقة دي بطريقة مختلفة. القصة دي فيها درس كبير مستفاد، غير طبعا ان انت ما تأمنش لحد. شرف البنت اهم من اي شيء، اهم من حياتها نفسها. وبالنسبة للبنت اللي بتبقى مفكرة ان هي تقدر تضحك على شاب علشان تلبسه في جوازة، فصدقيني انت اللي مضحوك عليكي. والله بتمنى من كل قلبي قصة النهاردة تكون عجبتكم وتكون فادتكم، ولو 1%. لو كملت معايا القصة لحد هنا ياريت ما تنساش تشاركني برأيك في التعليقات، لأنه أكيد بيهمني جدا، واشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. وياريت بقى لو لايك كده للفيديو، لأنه هو ده اللي بيدعم الفيديو. واعمل شير لأصحابك وحبايبك علشان هما كمان يشاركونا في قصة النهاردة. ولو ما عندكش أي حاجة حابب تشارك بيها، ما تنساش تذكر ربنا وتصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. كنتم مع قصص واقعية.